السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اخباركم؟ أول أمير حبيبي، اخبارك عاملين ايه؟ الحمد لله. عشان متاخر النهارده. غصب عني والله ما وصلت. لا مش مشكله. الحمد لله. المهم كنت عايزك في موضوع. ايه يا معلم؟ هو اهم مش نفسك احنا زمان. نسال. انا موضوع شباب مالكش دعوه، انت احنا لسه داخلين فيه. انت راجل قديم في الكلام. دلوقتي انا في حد سالني سؤال في ان هو فكر في موضوع ان هو هيعمل فرح زي كل الناس. فعايز يعرف الابعاد بتاعت الكلام ده وبتاع مش عارف. فانا رديت عليه وقلت له ان الفرح في الاسلام ملهوش علاقه. الفرح ان انت تفرح بحاجه كويسه، بس فكره التبعيات والحاجات اللي احنا بنعملها هي اللي ممكن تكون فيها شيء من الحرام. هي مش شيء من الحرام، هو فعلا حرام. انت وجهه نظرك والله يا محي هو بعيد عن الدين، يعني خد رايي بعيد عن الدين يا باشا. يعني الموضوع عادي، ما الناس كلها بتعمل افراح، ده ليله في العمر يا اخي، ما تعجلهاش يا محي. هو بعيدا عن ايه؟ بعيد عن الدين. بعيدا عن الدين ازاي؟ بص يا استاذ حسين، اولا اللي انت بتتكلم عليها ده التين مش الدين. الدين واللي بعيدا عن التين فاحنا هنجيب كيلو تين وناكل تين. ما ينفعش. ليه يا عم؟ ما ليله في العمر مش عارف يا عم، اللي فاهم انت ليله في العمر. يعني لنا في العمر بتاع فيها ربنا. تبدا حياتك هذه كلامكم يمكن لا اله الا الله. يعني انت حياتك كلها تتبني على معصيه. انت معصيه في ده الاختبار. مشهد تمثيلي تمام. هو انا مع الكلام ده، في ما فيش حاجه اسمها بعيد عن الدين. طيب انت مبدئيا نعم. حرام في الاختلاط، تمام حرام في الاغاني، بالظبط، حرام في الرقص، حرام في الهيئه نفسها بالظبط. ولا كلها. نزكي انفسنا ولا نزكي يعني. أنفسنا. احنا كنا من ضمن الناس اللي تحب تعمل بالظبط كده. فعلا يا لكن معلش، لكن اصل انت لو بتتكلم في ايه؟ ما ينفعش. في مبادئ، في حاجات كده قيم ما ينفعش نتحرك فيها. انت دلوقتي انا مش هعمل ده، مش هعمل ده ليه؟ عشان ما ابداش بحرام. يعني انا قبل كده كان في قصه ان في واحده يوم فرحها قاعده بقى ليها ساعتين بقى ولا 3 ميك اب وبتاع وكده، فالمغرب اذنت فهي عايزه تصلي. فالكوافيره بتقول لها مستحيل، انت هتهد كل اللي عملناه. قالت لها هيتهد. انا كنت عامله ان انا احافظ على وضوئي، ما قدرتش احافظ عليه، فخلاص انا ههد واصلي. صح. فالكوافيره قالت لها انا هاخد فلوس زياده، قالت لها خد اللي انت عايزاه. وهي بتصلي سجدت ماتت. ماتت ساجده، وشوف اللي عملته ايه. فهي دي الفكره. انت لو ربنا نظر لك نظره غضب في اليوم ده وانت بالهيئه دي وانت حواليك الاتموسفير ده، غلط خالص. انت هتعمل ايه؟ لو نظره غضب واحده، لو انت مت على ده، من مات على شيء بعث عليه. طب هو احنا بنتكلم في العموم، يعني اللي هو احنا خلينا يعني الحمد لله الذي عافانا من العفانه. احنا بنتكلم في العموم، اللي هو مش شرط موضوع الفرح، ان احنا ما ينفعش كلمه بعيد عن الدين دي في اي حاجه احنا بنتعامل لسه كنت بيها. بقول لحضرتك ان الكلمه انتشرت. ان احنا كل الناس دلوقتي بقت تقيس الحاجه على العادات، العرف، تقيس الحاجه على العرف، نعم. تقيس الحاجه على التقاليد. ما مش مدخلين الدين معاهم في اي حاجه. مع على الرغم ان في ناس يعني هي بتتعامل في حاجات معينه باساليب الدين، يعني وليكن اطلاق اللحيه في حاجه فيها، يعني مثلا حاليا الناس بقت تشوف ان النوفمبر لوك لا هو اللي ينفع، لكن اطلاق اللحيه حرام. دي حاجه مش كويسه. ده لا احنا مش خرج اي حاجه عن حيز اللي هو حيز الدين. الدين. يجي يقول لك اللبس يعني البسي فضفاض، البسي واسع. لا هم شايفينها لا البس اوفر سايز. فهي الوضع بتغيير مسميات، تغيير اشكال، تغيير افكار. هم مش عايزين يمشوا على الدين، هم عايزين يمشوا على هواهم وعلى هم عايزين الدين يتحبس داخل المسجد وداخل الكنيسه بس. يا راجل ده لو واحد بيصلي بس يا دوب هو بيصلي تمام، لا ده متدين يا عم. التدين ان انا بصلي لا مش ده الطبيعي. ده طبيعي. يعني انا كلمه ملتزم ومتشدد والكلام ده كله دي امتى؟ ده دي ليها حاجات ثانيه خالص، بعيد عن واحد يا دوب بيصلي مش عارف تدين ده يا عم. هم عايزين الدين جوه المسجد بس، الدين جوه الكنيسه بس. بره انا في مره كنت في مكان بدون ذكره يعني، فطالعين من المسجد انا وحد كبير في المكان ده،
حد واصل يعني. فطالع لقى واحد قدامه عامل تقصير معين في الحاجه بتاعته، فراح سمله بالدين. لا لا اله الا الله. فانا كنت بقول له يا ابو ساره، كان في ود بيني وبينه، بقول له يا ابو ساره، مش ابو ساره، ابو ساره، يا ابو ساره في برضه ينفع طالعين من المسجد وانت تسيب الدين؟ قال لي ربنا خد حقه، ناخد احنا حقنا. ما شاء الله. ربنا حقه الخمس فروض، لا اله الخمس اركان، الشهاده والصلاه والزكاه والحج والكلام ده كله بره بقى، ده بتاعنا احنا، ناخد حقنا في الدنيا. والله العظيم ده عقيده، ده عقيده عند شريحه كبيره جدا. حسبي الله. المشكلة إحنا إن ناخد إن حقنا الناس في دي الدنيا. بيطلع منها نشء، النشء ده هو اللي احنا بنقابله بعدين، هم اللي بنشوفهم. انت اتفرج، انزل الشارع، اتفرج على الشارع عامل ازاي. هو ده الغلط، ان مش عارف يعني، بس هو يعني هتوصل للموضوع، هتجيبه من زمان. في حتى في يعني عقائد وفي حاجات بدأت تتنحي وتتكسر شوية بشوية. حتى الأفلام مثلا، يعني بعيدا برضه عن ان حكم سماع الافلام برضه معروف ان هو حرام، لان في حاجات كتير بتتداول فيه مش كويسه، بس وفي حاجات مش حرام. في حاجات مش هنخش في لا لا، هو الافلام حاليا عموما كلها حرام، كلها. في أنا حاجات ثواني بس، ايه الافلام اللي حلال؟ ايه الافلام اللي حلال؟ انت هتلاقيها ابسط حاجه ان فيها حلال، هتلاقي فيها ممثله اصلا متبرجه، فانت بمجرد نظرك. انا لسه في مقطع نشره امبارح ليوسف وهبي، وعلى فكره يوسف وهبي كان ما نصراني، هو انا مش بتكلم مسلم. انا بتكلم في الموضوع. فجاي بيقول مش عارف ابنه بيقول احنا فعلا مش هنعمل حفله الكريسماس يا ماما. راح قال له لا احنا ما شفناش ان الاجانب بيعملوا مش عارف حفله في المولد ولا في ليله مش عارف ايه ليله راس السنه الهجريه. قال له احنا هنعمل ختمه. قال له انتوا دايما طول عمركم عشتوا وانتم متطفلين على اعياد غيركم. بالظبط. غرباء في بلادكم ومتطفلين على اعياد غيركم. انتوا دوروا على اعيادكم، دوروا على الحاجات اللي ممكن انت يعني تفرح بيها، ما ده موضوع من مواضيع الشركه. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. فهو كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لقي بنات فرحانين وبيغنوا، قال انتوا في ايه؟ قالوا ده يوم كنا بنحتفل بيه من ايام الجاهليه. قال لهم لا، لقد افضلكم الله بيومين، يوم عيد الفطر خلصت. فهو دول اللي نفرح فيهم. احنا في ديننا وحياتنا، كل حياتنا احتفال عيد الميلاد وأعياد الأم ومش عارف. بص، هو بعيد عن الدين. ما هي الفكرة كده، يعني مفيش عيد حب؟ ايه؟ مفيش عيد حب؟ مفيش عيد انت ميلاد؟ عارف اصلا الفالنتاين دي، انت عارف مين الفالنتاين؟ في روايتين على الفالنتاين. القسيس في رواية ان هو قسيس كان بيزوج الناس من ورا الملك، لان الملك كان امر ان مفيش تزويج. وفي روايه ثانيه ان ده كان قسيس زنى ببنت حاكم ايطاليا واتقتل عشان انت المفروض ما تلمسش بنتي، فتعمل له. ففي سواء الحاله دي او الحاله دي يا جماعه احنا بنحتفل بحرام. فسواء الحاله دي يعني قبل كده واحد بيتكلم بيقول فالنتاين واحنا روح التسامح. يا عم مفيش مشاكل، احنا التسامح والموده طول السنه. طب يعني السؤال بس، مش شرط هم دلوقتي يعني في حد بيحتفل معاك بالخروف مثلا؟ هو بعيد عن حد يروح معاك صلاه العيد؟ بعيد عن ده بيقول عليك اللي انت بتقتل حيوانات. انت فين الرفق؟ هو بعيد عن النقطه دي، هو بيحتفل بحاجه هي مخالفه للعقيده بتاعتك اصلا. اكيد طبعا. لا انا هقول لك على اكتر من كده. المسيحيين طوائف. تخيل ان كل طائفه ما ينفعش تهني الطائفه الثانيه. ايوه. وكل طائفه بتكفر الطائفه الثانيه. طيب ولو الطائفه دي حد منهم قال لي ده كل سنه وانت طيب، ده كده هو احنا خصينا بالذكر موضوع ليله راس السنه ده عشان احنا خلاص اللي هو بكره تقريبا. فتلاقي ده يكفروا بيكفروا بعض. لكن انت لو عملت انت متشدد، انت ارهابي. مش انا عايز اقول لك طب اذا كانوا هم بيعملوا مع بعض كده. يعني ده بالشيء يذكر بالنسبه للرجال الاستاذ احمد حنا. انت عندك يوم 31 ده ايه؟ المفروض ان هو عيد الميلاد. بس في يوم 7 لا بس عيد الميلاد الغربيين. لكن 7/1 ده عيد الميلاد الشرقيين. دول ما ينفعوش يمشوا مع دول ما ينفعش. دول ما لهمش دعوه خالص. مش عارف، دول بيحتفلوا بحته ودول بيحتفلوا بحته. انا عايز اقول لك هو ليله راس السنه اصلا انت يعني الاخوه المسيحيين تمام هم في الشارع اساسا بيكونوا يعني مسلمين اكتر، يعني هم مش لاقيين مكان يقعدوا فيه والله العظيم. هي الفكره ان هم الناس بدات
يعني تعمل تقديس لليوم بشكل غير مبالغ فيه بحاجه لا انت قلت صعبة. بشكل غير مبالغ فيه. لا مش هو بشكل بشكل مبالغ مبالغ فيه، هو بشكل مبالغ ليه ما انا لازم اتصور جنب الشارع. لا هو في والغزال. قبل كده كنت انا نشرت حلقه قبل عيد رمضان بيومين، كان اسمها اصحاب باي حال عدت يا عيد يمتنعون. اللي هو كنت قلت ايه في الكريسماس والدنيا يطلعوا يتصوروا، اه في عيد الحب يطلعوا يتصوروا، في عيد الام، في عيد ميلاده، في اي عيد. ده لو في عيد كلبه اتولدت في البرازيل هيطلع يحتفل. يجي عند عيد رمضان باي حال عدت يا لا، عيد وبيننا اسير ما حسيتش وبيننا مش عارف ايه مش عارف ده انا العيد كله مقضي نوم. طب ما انت اللي نمت، انا مالي وانا اللي نيمتك. انت اللي مش عايز تفرح انت اللي رحت تنام، انت بتحسبني على الحمد لله نومك. الحمد لله ان الواحد لسه جواه فرحه العيل الصغير بالعيد والله الحمد لله رب العالمين. ربنا يعني يعديها معنا على خير ويفرحنا جميعا كلها. فهو في المطلق يعني عموما انها كلمه بعيد عن الدين دي اصلا يعني انا مش فاهم ايه سبب انتشار الكلمه. ليه الناس بتقول الكلمه دي؟ ليه في اي حاجه بعيد عن الدين؟ يعني هي بص انا ممكن اكاد اجزم ان الموضوع ده متصدر، يعني اللي هو انت عايز يبعدك عن عقائدك خلي بالك اكتر من مصطلح بالهيئه دي بالظبط. ما هي كل الفكره ان هو كل واحد عايزك يعني، او بلاش يعني مش عايز اقول الناس، بس هي الناس شبه مغيره. انت في بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو فعلا الناس حاليا بقت بعيده عن الدين. ما هو بعيد عن مش الموضوع ده اللي هو بعيد عن الناس. امر مساق. انت الناس بقت للاسف مسيره، هي بقت تمشي مين بيعمل كذا. يعني انا شفت حسام واحمد بيعملوا الحاجه دي خلاص بقى امر مسلم بيه. انا مش ببص وادور وافكر يا باشا. ابسط حاجه، افتح التيك توك هتلاقي واحده بنوته كده صغيره بترقص، بعدها في بنوته صغيره، بعدها في بنوته كبيره، بعديها تحس ان هو هو لما حد عمل ده كله بدا يقلد. كله بدا يقلد. طب انت ليه ما بتقلدش في الكويس؟ لا هو احنا والله ده كل الناس بتعمل كده. انت اللي بتعمله ده غلط يا عم. غلط مين؟ هو انا لوحدي؟ يا اللي بتعمله ده حرام يا عم. حرام ايه؟ هو كل الناس بتعمل كده. هي جت عليا؟ ما هو كل الناس هي ده الشريحه، ده بقت الشريحه وده بقى الحال. لكن لو تيجي للدين بتاعنا وقول لهم اتيه يوم القيامه فردا. لا وفي حاجه ثانيه، بس انت كده خلصت. لن تكلف الا نفسك. ايوه لن تكلف. انا دلوقتي انا شايف الكل بيعمل، انا مسؤول عن نفسي. صدق. لكن انت بتقول لي كله بيعمل. كله بيعمل مالي. مفيش حاجه اسمها كله بيعمل. هو فعلا اختصار الكلام كله في الايه اللي اتكلم فيها حسام وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. خلاص. الله المستعان. معلش صدعناكم معانا مع 3 السلام عليكم. حلو ده.